شباب خرجوا منذ عدة أيام في مدن عديدة زي الرباط والدار البيضاء وغيره وزكان وغيره وأغادير وغيره. الشباب ده كان لديهم وحاملين شعارات بتطالب بإصلاحات اجتماعية جذرية سواء في الصحة أو التعليم أو مكافحة الفساد، وده أمر ما حدش يقدر يعترض عليه بأي حال من الأحوال طالما أن التظاهر سلمي وطالما أن المطالب مشروعة وطالما أنها تدخل في إطار المطالب الشعبية الوطنية. لكن عندما يتحول الأمر إلى فوضى وتحرق أقسام الشرطة وتحدث مواجهات أمنية، عندما تحرق وزارة العدل، عندما يسعى البعض إلى الاستيلاء على الأسلحة وحرق مراكز الشرطة، هنا علينا أن نتوقف. يا ترى الناس اللي بتعمل ده هل هتقود المغرب للاستقرار وتحقيق المطالب المشروعة اللي بيطالب بها المتظاهرين السلميين، ولا هتدفعنا إلى مرحلة أخرى؟ أوضاع المغرب كأوضاع العالم العربي، وإن كان في ظروف متحسبة. النمو الاقتصادي في المغرب وصل لحوالي 3.2% بسبب الجفاف وتأثيره على القطاع الزراعي. نسبة الدين العام المحلي وصلت لحوالي 70% قياسا بالناتج القومي. معدل الفقر متعدد الأبعاد انخفض عام 2024 من 11.9% إلى 6.8%. عايز أقول للشباب دول اللي بيطالبوا بيه من تعليم، من صحة، من مواجهة الفساد، من فرص للشغل، هو حقوقهم الطبيعي ومحدش يقدر ينكره. لكن لازم تعرفوا ان التخريب مش هو الطريق. حرق الممتلكات والاشتباكات مش هيحل المشكلة. البلد بلدكم والمستقبل ليكم. خلوا رسالتكم توصل بوعي، خلي مطالبكم تبني مش تهد. اثبتوا انكم جيل فاهم قادر انه يغير بحكمة مش بغضب. مش عايزين نكرر تجربة ما سمي بالربيع العربي، وانا رأيي اسمه الربيع العبري.